السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد مبارك وعواشركم. نتمنى يدخل عليكم ان شاء الله هذا الشهر بالصحه والسلامه، ونتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. وصفتنا اليوم هي مملحات اللي غتنفعكم بزاف في رمضان ومن غير رمضان الكريم ان شاء الله. وصفه سهله بزاف، اسهل من لي ميني كيش، كيجيو لذاذين بزاف وخفافين. لي ميني كيك مالحين رائعين بحشوه وبواحد العجينه منسمه بواحد المكون اللي ما يخطر لكمش على البال. فتبعوا معي الفيديو حتى الاخير. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على رسول الله وبسم الله على بركه الله. فوق النار اللي هي مهيله وضعت المقلاة وخليتها حتى سخنت، وضعت فيها القليل من زيت الزيتون وزيت المائده، خليتهم حتى سخنوا مزيان، وضفت عليهم بصله اللي مقطعه شويه غليظه، مربعات اللي غلاظ شويه. شحرتها جيدا في الاول حتى بدات كطيح ليا، عاد زدت ليها نصف ملعقه صغيره من الملح كتبقى على حسب الذوق. خلطتهم مزيان وضفت ليهم القليل من الفلفل الاخضر والاحمر مقطعين مربعات اللي يكونوا غلاظ حتى هما. بالنسبه للتنسيم نسمتهم بالقليل من الابزار اولا الفلفل الاسود والقليل من الفلفل الاحمر الحار، كيبقى اختياري. خلطتهم مزيان حتى تشحروا، ما نخليهمش يطيبوا بزاف، غير يتشحروا شويه وصافي. نطفي عليهم ونخليهم على جنب يبردوا. خديت القوالب ديال لي ميني كيش اللي كيجيو على هذا الشكل، دهنتهم مزيان بالزيت المائده. ضروري تدهنوهم مزيان باش ما يلتصقوش. حاولوا انكم تدهنوا. انا المشكل اللي عندي في هذه القوالب انهم كيتحلوا من الوسط، داكشي علاش العجينه ساحت ليا. من الافضل الا كان عندكم النوع الاخر اللي ما كيتحلش هو اللي تستعملوا. دهنوهم مزيان في الوسط وفي الجوانب باش ما تلتصقش لكم العجينه. رشيتهم بالدقيق، حاولت انني ندوز عليهم الدقيق كاملين. صراحه بالنسبه للقوالب اللي ما كيتحلوش فراه سهل باش ديروا هذه العمليه، ولكن بالنسبه لهاد القوالب كتجي شويه صعيبه، ولكن غير حاولوا معاهم وان شاء الله تنجح معكم الوصفه. كل قالب كنساليه كنرشوا بالدقيق كيف ما كتشوفوا، كنولي نوزع داك الدقيق ونضيفه على المول الاخر حتى كنسالي لي مول كاملين كيكونوا مدهونين بالزيت ومرشوشين بالدقيق. كنحاولوا اننا نفضوا داك الدقيق اللي كيكون كتير، يعني زايد كتير، وصافي كنخليهم على جنب. بالنسبه للعجين غادي نحتاجوا فيها حبه من البيض، كأس من الحليب، ضروري البيض والحليب يكونوا بحراره المطبخ، ملعقه كبيره من السمسم اولا من الزنجله اللي منقي ومحمر كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، 2 المعالق كبار من زيت الزيتون، نصف ملعقه صغيره من الملح، قبصه من الابزار اولا الفلفل الاسود اللي مطحون، ملعقه صغيره من سكر سنيده غير باش تعطينا ديك الحموريه، يمكن لكم تستغناو عليها. غادي نخلط الكل جيدا، نطربهم مزيان، وغادي نبدا نضيف الخليط الدقيق تدريجيا على الخليط ديالي. تقريبا غتاخذ معايا هاد يعني الحبه ديال البيض وكاس ديال الحليب ياخذوا معايا كاس الا ربع من الدقيق. غادي نضيف ملعقه صغيره مملوءه جيدا من خميره الخبز، نحرك مزيان ونبدا نضيف كيف قلت لكم الدقيق تدريجيا. غادي تاخذ معايا العجينه اولا الخليط كاس الا ربع. العجينه غادي خصها تجي خفيفه كيف ما هو موضح في الفيديو. انا خلطتهم في هذا الاناء صراحه غير باش يجيني ساهل، يعني باش نبغي نخوي. كيف ما كتشوفوا راه خدات معايا كاس الا ربع، وانتم على حسب الكبر اولا الحجم ديال البيضه وعلى حسب الدقيق ديالكم واش كيتشرب ولا لا. هنايا بالنسبه للقوالب حاولت انني نوزع عليهم ديك الكميه ديال الحشوه من بعد ما بردات. زدت عليهم قطع من الزيتون الاخضر وواحد شويه ديال الفرماج ديال الساندويتش، قطعته على 4، كل حبه قطعتها على 4 وحطيته في الوسط كيف ما هو موضح في الفيديو. في هذا الاثناء الفران ديالي يكون مسخن، يعني يكون بدا كيسخن، وضعت القوالب فوق واحد اللاطه باش يجيو لي ساهلين، وبديت كنفرغ في العجين ديالي. هاد الكميه ديال الحشو والكميه ديال العجين كتجي نيشان، يعني في 6 ديال القوالب كتعطينا 6 ديال الحبات ديال لي ميني كيك. كل مره حاولوا انكم تحركوا قبل ما توضعوا العجين باش ما يبقاش طالع الزنجلان اولا السمسم من الفوق. كنأكد ان الفران يكون مسخون من قبل. صافي فاش نسالي الملء ديال الكميه كامله. المشكل ديال هاد القوالب انهم كيسيلوا صراحه، يعني الا كانوا عندكم يا اما توضعوا ليهم بداك الورق الغير لاصق اولا ورق الفرن وعاد توضعوا عليهم العجين. دخلتهم للفران اللي كيف قلت لكم كان سخون من قبل، شعلت عليه غير من التحت حتى بدا كطلع معاهم الحموريه، وشعلت عليهم من الفوق وتحمروا وصبحوا لي على هذا الشكل. هذا هو النتيجه ديال القوالب اللي كيكونوا محلولين. صافي من بعد ما كيبردوا راهم كيخرجوا معنا بسهوله. هنا صراحه كانوا باقيين سخان ما قدرتش نخرجهم، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. زينتهم بالقليل من الزيتون الاسود وبالمعدنوس، كيجيو لذاذين بزاف، صحيين بهذاك الزنجلان اللي فيهم وكيجيو شهوه منهم، ساهلين صراحه توجدوهم في رمضان، ما ياخذوش معكم بزاف ديال الوقت ولذاذين بزاف. نتمنى ان وصفتنا اليوم تكون نالت اعجابكم، نتمنى انكم تجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، وإلى فيديو قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.